حرفيا يا جماعة الوضع خرج عن السيطرة وصار بلا ملح. خلينا نشوف هذا الفيديو وراه نسولف ونطب على راسنا وراح اصدمك حرفيا. فخلي لكم متابعة وقدر تعبي ويلا نبلش. والله بس انت ليش السواق يقولوا لي انت كيك؟ انت مو كيك، انت رب الكيك يا ابوي علي عبدك عباد انا ابو اليوغل عمي. اشوف بداية خلينا نعرف انه الشخص قبل اذا سوى شيء حرام وعيب راح يسويه بعيد عن انظار الناس، اما هي صار بالمقلوب وكل هذا على مود الطشة والمشاهدات. فهسه صار الفخر بالذنب وبالشيء الحرام عينك عينك. فبرأيك وين وصلنا وين راح نوصل بعد؟ وشنو السبب وشنو العلة وشنو العلاج اصلا؟ لان الوضع خرج عن السيطرة، وخاصة اذا انت حلو وانخلقت بالعراق. ومن قد شو اسمه صار شو اسمه بلا شو اسمه.